بيكم في فيديو جديد ومعاكم مي الشواطفي ميك اب ارتست وفيديو بلوجر وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده اكتر موضوع اتطلب مني وسالت كتير جدا جدا عن الموضوع ده على الانستجرام بالذات. هو ايه اكتر فاونديشن او كريم اساسي باين شكله طبيعي جدا على البشره. الناس اللي عارفاني عارفه ان انا بكره جدا حتى في شغلي العرايس ان الفاونديشن يكون شكله تقيل على البشره. وبحب جدا الفينش يكون طبيعي. في بنات كتير جدا سالتني ايه اكتر انواع بتبان طبيعيه، فانا بالفيديو ده هقول لكم على احسن 4 انواع للفاونديشن. نوعين منهم من الهاي اند ميك اب اللي هم غاليين شويه، ونوعين حلوين جدا ويعتبروا بديل للنوعين الغاليين دول وحلوين جدا متوفرين. والاربع انواع دول الفينش بتاعهم طبيعي جدا على البشره لاي بنت بتحب تحط فاونديشن ويبان ان بشرتها شكلها طبيعي جدا. تابعوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. ولو انت جديده واول مره تشوفينا، احنا بنعمل فيديو جديد كل يوم اثنين وخميس بنتكلم فيهم عن الميك اب والسكين كير ونصايح البنات والعرايس وريفيو للميك اب وميك اب توتوريال. علشان تستفيدي ما تنسيش تعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب وفولو على اكونت الانستجرام. ويلا بينا نبتدي. طيب اول حاجه هنتكلم عنها هم اول نوعين من الفاونديشنز اللي هم بيبانوا طبيعيين جدا على البشره. اول حاجه انا اكتر حاجه بحبها هو الفاونديشن بتاع ميك اب فور ايفر الاتش دي وكمان الالترا اتش دي. ده طبيعي جدا جدا على البشره، وهو كمان ممكن تحطي منه اكتر من طبقه لو انت محتاجه تتقلي التغطيه في مناطق معينه من البشره. هوريكم الفينش بتاعه، يعني هو رائع. بصوا الفينش بتاعه على البشره، زي ما انتم شايفين الفينش بتاعه فظيع، يعني حلو جدا 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 وطبيعي جدا وبيبين شويه من المسامات على البشره. وانا بحب ده علشان تحسي في الاخر بعد ما تحطي ميك اب ان البشره باينه طبيعيه جدا، ما يبانش ان هي يعني زي ما تكون معموله فوتوشوب. انا بحب الطبيعيه اكتر في الميك اب، فده اول اختيار ليا في الميك اب. وتاني فاونديشن انا بحبه جدا 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 هو الفاونديشن بتاع ماك، وده اللي انا على طول بحطه اصلا في الفيديوز وكتير بتسالوني عنه. هو بتاع ماك ستوديو فيكس رقم NC15. ده طبيعي جدا على البشره وانا بحبه. وفي كمان بتاع ماك اللي هو برو لونج وير، بس برو لونج وير يعني مناسب اكتر للصبح، بس انا بحب اكتر بتاع استوديو فيكس. الفينش بتاعه حلو جدا جدا على البشره، وفي لمعه بسيطه جدا بتديكي احساس ان بشرتك صحيه جدا وطبيعيه. وبعد ما اتكلمنا على الانواع الغاليه اللي هم ميك اب فور ايفر وماك، في بنات كتير جدا ما تقدرش تجيبهم لان هم للاسف اسعارهم غاليه شويه. ففي 2 بديل ليهم حلوين جدا جدا وانا برضو جربتهم وبحطهم كتير. اول نوع فيهم هو لوريال ترو ماتش. ده تحفه حلو جدا. شكله طبيعي قوي على البشره وخفيف، يعني هو عامل زي الميه. انا برضو هوريكم شكله عامل ازاي. بصوا هو طبيعي جدا على البشره، في لمعه خفيفه قوي وهو سايل جدا. فانا بحبه، بس في ناس كتير جدا ما بتحبش الفاونديشن يكون سايل قوي كده عشان هو مش بيداري العيوب. بس انا من رايي لو انت عندك عيوب في بشرتك حاولي تعالجيها احسن من انت كل مره تغطيها بفاونديشن يكون الكفرج بتاعته عاليه. حاولي لو انت عندك مشاكل او حبوب عالجيها احسن. وبرده لو انت هتحطي ميك اب استخدمي دايما حاجات الكفر بتاعها يكون من لايت لميديوم علشان تحسي في الاخر ان التكتشر او ملمس بشرتك والفينش بتاع الميك اب طبيعي جدا وما تحسيش ان انت حاطه لايرز كتير على بشرتك. ونيجي لتاني بديل من بدايل الفاونديشن الرخيصه اللي هي بتبان طبيعيه برضو على البشره، هو بتاع NYX اللي هو توتال كنترول. ده حلو جدا جدا وخفيف قوي على البشره وعامل لدرجه ان هو عامل زي الميه. بصوا هو بيبقى عامل زي الدروبس كده وبيتحط على البشره. عايزه اقول لكم اول ما بيتحط هو بيبقى عامل زي الميه، بيتزحلق كمان على البشره. بصوا شكله برضو بيبقى طبيعي جدا 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 وفعلا يعني رقيق قوي على البشره وبيخلي برضو شكل البشره طبيعي جدا جدا جدا. بس اهم حاجه لازم يتعمل له بلند كويس جدا ببيوتي بلندر مش برش لان هو سايل جدا. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. وده كان اكتر سؤال انا بسأله على الانستجرام الفتره الاخيره. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على الف خير. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا الفيديو ده لايك وشير وسبسكرايب. بس كده، باي باي.